كنرجف. ديك الليله يا المشاهدين ما نعست ما شفتو، ديرها في الرجال وترجاها، وديرها في النساء ولا تنساها. انا هي اللي راجلي بغى يشمتني، الساعه درت ليه الشمته اللي يموت وما ينساها. كنت كنعرفو وكنا كنبغيو بعضياتنا، والحمد لله العلاقه ديالنا تسالات بالزواج. عشت معاه مده ديال 3 سنين وبدينا كلشي من الزيرو، كان ما يكسب ما يعلم، وبقيت معاه وصبرت معاه باش نوفروا لدوير الزمان. وفعلا داكشي اللي كاين، بقينا كنحطو راجلي خدام وانا معاونه معاه حتى قدرنا وجمعنا باش شرينا واحد الدويره. ربي ما سهلش علينا في الوليدات، دوزنا هاد 3 سنين وحنا كنترجاو. مشينا لعند الطبيب وسولنا ودرنا التحاليل، قالوا لنا كلشي هو هذاك، غير مساله وقت. وبقينا باركين وصابرين وكنتسناو امتى ربي يسهل علينا ويحن علينا ويرزقنا بشي وليد ولا بنيه. مؤخرا راجلي ولا لاصق ليا في كلمه الولاد، ينوض بهم ويبرك بهم. بغيت وليدات بحال انا اللي ما باغاش نولد. كل مره يمعني ليا، انا بغيت ولادي، انا بغيت نكبرهم، انا بغيت نعقل عليهم، العمر كيدوز، الصحه غادا وكتقادا، امتى غادي نديرهم، امتى غنكبرهم. صبرت ليه حتى عييت، وفي التالي جاوبته قلت ليه اش بغيتي ندير لك، واش زعما انا اللي ما بغاش نولد؟ راك شتي على يديك. مشينا لعند اطباء قالك ما عندي حتى شي مشكل، ما عندك حتى شي مشكل، اش بغيتي لي ندير؟ ملي غيكتب راه غيكتب. بقى كيدور عليا في عيني شويه ويقول لي وعرفتي شنو كاين، انا راه عندي الحل. واخا قول لينا الله يسمعنا اخبار الخير. وهو يقول لي الصراحه الحل اللي عندي هو انني نتزوج ونجيبوا شي مرا اللي تولد لينا ونربيو حنايا بزوج. انا غير سمعت هاد الهضره تبلوكيت، بقيت واقفه في بلاصتي ما قدرتش نتحرك مازال. جاتني الصدمه بحال تشللت، ما استوعبتش اصلا هذيك الهضره اللي قال. السيد اللي تزوجت به ووقفت معاه وجعت معاه وتعريت معاه باش يربي شويه الريش كيخرج من فمو هاد الهضره. بقيت كنشوف فيه وانا نقول ليه واش كتهضر من نيتك، واش زعما الهضره اللي قلتي معقوله، زعما كتقولها وانت واعي بها وقاصدها 100%؟ وقيلا كضحك معايا ياك. السيد خرج فيا عينيه وخنزر وقال لي ورا كنهضر معاك بصح، انا راه من حقي نتزوج، شرع حل لي 4، عندي الحق نتزوج الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. تما انا عرفت السيد بلا ما كيضحكش وكيهضر من نيته. انا بالصدمه اللي كاع كتخيلوه درته، بقيت كنغوت وحيحت وضربت ونتفت راسي وما خليت ما درت. قلت لي هذا هو اخر جزاء ديالي، الصبر اللي صبرت معاك والجوع اللي جعت معاك، وفي التالي باغي تجيب لي ضره على اساس انني انا المشكل، انا اللي فيا الديفو. راه على يديك الاطباء شنو قالوا، راه دوزت ما عندي حتى شي مشكل، علاش غادي نجازى انا هذا الجزاء؟ كون غير عاقره نقول بالله وبالعذر، ولكن راه كلشي على يديك وانت سمعتي كلشي بودنيك، علاش ما نصبروش؟ راه ربي ملي غير رزقنا غيرزقنا. قال لي شوف لالا انا ما بقى فيا صبر وما بقيتش قادره نتسنى، عجبك ما عجبك وزادو خلاني كنترعد وكنرجف. ديك الليله يا المشاهدين ما نعست ما شفتو، راسي كيخمم وكنقول هذا اللي جاي كيهضر على الزواج ما هضرش عليه غير هكاك، اكيد كاينه شي حاجه، داير شي حاجه ومقاد اموره وجاي كيخبرني في اخر لحظه. ما يمكنش هذا اللي ولا باغي يتزوج ما بين ليله وضحاها هذه 3 سنين وحنايا صابرين، علاش دابا بالضبط اللي ولا باغي يتزوج؟ نعس ديك الليله وما شفتو، والصباح فاق هو مشى لخدمته، وبقيت انا النهار كامل وانا مخي خدام حتى جا في العشيه. ايوا كيدخل مع الباب وانا نتلقى ليه وانا نقول ليه ايوا يا مولاي السلطان اللي باغي يتزوج ويجيب الثانيه وباغي يشوف وليداته، لنفرض مثلا انايا موافقه وقلت لك منين غادي نجيبوا هاد العروسه؟ ايوا غير انا قلتها ليه السيد الاسارير ديالو انفرجات، واحد الضحكه ترسمات ما نقولش لكم، شدت من هنا لهنايا. قال لي تتي الله يهديك العروسه موجوده، خاصك غير تقولي انت وانا والله ما ندير شي حاجه بلا بيك، انت اللي غتمشي تخطبيها ليا، انا خاصني على الموافقه ديالك ونتوكلوا على الله ونضربوا لك حل في الابيض. انا ديك الساعات بقيت كنشوف، ولكن صدمت واحد الصدمه ثلاثيه الابعاد، صرفيقه 360 درجه، هادشي كله طاري وانايا في دار غفلون. السيد موجد العروسه وانايا ناعسه. تما عرفت بلا السيد ما بيهش الاولاد، هذا الوات عليه شي وحده قاداتها ليه، وانا جاي كيعاود ديال الفينال ديالو دار الاولاد السبه. سكت في حالاتي ولكن بقى دماغي خدام، بقى راسي كيقول هادشي ما خصوش يدوز مرور الكرام، خاصني نرد الدقه ديالي. خليته حتى دخل الدوش وحط التليفون ومشيت هزيته ليه وحليته وقلبته. بقيت لك السيد داير الصاحبه، واش منك يا حب، واش منك يا غرام، واش منك يا عشق، واش منك يا انتقام، واش منك يا تصاور الحوايج وبلا حوايج، واش منك يا فيديوهات، واش منك يا فيديوهات. صدمت، شفت
وسقيت العوينات، ولكن كانت تصرفيقه ورا تصرفيقه. السيد الشهوره والدهوره هو على الحب والغرام والهضره بالسويع بيناتهم. انا ما حين من القاموس شديت تليفوني ودرت ترونسفير لكل شيء، ميساجات وتصاور وفيديوهات، ورجعت وحطيت ليه تليفون ودرت كأن شيئا لم يقع. قلت ليه شوف ولد الناس، انا كنبغيك وما غنبغي لك غير الخير. الحاجه اللي تمنيتيها وبغيتيها غادي نديرها لك واخا ما جاتش على كانتي. شتي انا ماشي من الحق ديالي نحرمك من الوليدات، وراني موافقه نعطيك الموافقه ونمشي معاك ونخطبها لك حتى الخطبه، ولكن عندي شرط. الا وافقتي عليه تبارك الله، ما وافقتيش عليه دير بحال ما سمعتي حتى شي حاجه من عندي. قال لي اييه اما هو امري وانا ننفذ. قلت لي هذا الدار اللي ساكنين فيها بغيتك تكتبها لي بسميتي. قلتها ليه، هو بدا يتهته عليا وبدا يتفتف. قال لي علاش وعلاش غنكتبها لك بسميتك، والدار انا اللي شاريها فلوسي وانا اللي خدمت عليها، وزيدون الدار انا ما خرجتكش منها، والدار ملي غنجوج المراه راه غادي نجيبها كلنا غنسكنوا فيها. يا خويا ولي نفرض حنا هاد السيده هادي جات ودارت لك الاولاد ولات راكبه فوق منك وتركب فوق مني، تشدوني انا تصيفطوني للزنقه؟ لا لا خويا نضمن حقي. شوف ولد الناس، عجبك ها هو، ما عجبك طلق منه. بقى كيدور في عيني هو يقول لي وعرفتي شنو، انا موافق. قلت له ايوا صافي تفاهمنا، غير تقضي معايا الغرض قضي معاك الغرض، وقد ما قضيتيه معايا بالزربه قد ما نقضيه معاك حتى انا بالزربه. وفعلا يا المشاهدين ما جات فين ندوز واحد يومين حتى كان كاتب لي الدار بيع وشرا في سميتي، وقال لي يلاه وجدي راسك باش تمشي تخطبي ليا. قلت ليه على الراس والعين. ايوا مشينا وشرينا داكشي اللي كيخص في الخطبه وقادينا وتولنا ودرنا مع الناس باش نمشيو عندهم. وجا النهار اللي مشينا فيه عند الناس، مشينا عندهم وقلنا لهم طالبين راغبين، ورحبوا بينا ودخلونا وكبروا بينا وما خلاو ما حطوا لينا. ايوا انا كليت وشربت وضحكت وجمعت واحد شويه وصلنا للمعقول. راجلي هو يقول لباها شوف الحاج حنا راه جايين طالبين راغبين في فلانه ليا، وراني بغيتها على سنه الله تعالى ورسوله، وجيت ودخلت للدار من بابها وها هي معايا مرتي حتى هي كتخطب ليا. قال ليه باها شوف ولدي انا بنتي عاودت ليا كل شيء وعاودت لي المشكل اللي عندكم والوليدات اللي ما رزقكمش ربي بيهم، وانت جبتي مرتك، ولكن انا خاصني نسولها ونسمعها بودني كتقول بانها موافقه. والراجل دار عندي وقال لي قولي يا بنتي واش انت موافقه يتزوج عليك؟ قلت ليه شوف الحاج انا ما عنديش مشكل راجلي يتزوج عليا، الا ما جبت ليه انا الاولاد وهو قلب على مرة اخرى تجيبهم ليه كاين حتى شي مشكل، صراحه عطاه 4 الا ما قداتو الاولى يزيدوا الثانيه. ولكن المشكل اللي عندي هو انه يتزوج وحده موسخه بحال بنتك. الراجل ديك الساعات تبدلوا فيه اللوان ووجهه ولا كيخلع داب خنزر وقال لي كيفاش موسخه، كيفاش كتهضر على بنتي بحال هكايا؟ قلت ليه كيف كتسمع شي بنتك ما مربياش وخاصها تعاود في الترابي، وهو يوقف ويقول لي لا شتك مازال زايده فيه. قلت لي بلا ما تعصب الحاج برك وهكا تفرج في بنتك وشوف شنو دايره مع راجلي، تفرج في التصاور وتفرج في الفيديوهات وقول لي واش هاد البنت هادي مربيه؟ البنت اللي تلوى على راجل مجوج وتغويه وتبدا تصيفط ليه بحال هاد التصاور في هاد الحاله هادي وفيديوهات ديال قله لحيه مربيه؟ واش غنقول لكم يا المشاهدين، الراجل ما جا فين يكمل هذاك الشيء حتى دار عند بنته وتلاح عليها وكلاها. واش منك يا عصا، واش منك يا بنيات، واش منك يا زمرميغ، واش منك يا انت؟ فاش الشعورات ولاو كيلاليو ويشاليو في هذيك الصاله. ايوا انا يا المشاهدين بردوا لي الغديد، وملي شفت الطرحمه ولا لحتي على صاكي درتو تحت باطي ودردبت مع الدروج، وانا هابطه في الدروج كنسمع فيه كيجري على راجلي قال لي اسيدي خرج عليا عطيني اتساع. انا غير سمعت هذاك الشيء وليت كنسرع الخطفه ولا رجل كتصبح رجل كيقول ليه اسيدي عطينا اتساع، اسيدي سير عند مرتك اش بغيتي عندنا، راه النهار لقاك باقي كدور بهنايا غادي تشوف حسابك. الا خرجت خطوه ورا خطوه درت تلفت لقيتو تابعني من اللور كيزرف رجليه باغي يوصل عليا، شويه بدا كيجري والحق عليا ويوقفني قال لي حشومه عليك هذاك الشيء اللي درتي اش بغيتي عندها، علاش تشري ليها الصداع بحال هكاك، ملي ما بغيتيهاش قولي ما بغيتهاش، وزيدون ملي انت ما موافقاش من قلبك علاش وافقتي تجي معايا باش نخطبوها؟ قلت ليه جيت باش نعلمك باش نربيك، انا ما درت فيك غير الخير وما شتي مني غير كل خير، صبرت معاك في الحاره قبل الحلوه، جعت وتعريت باش تربي الريش وراه قلتها لك وغنعاودها لك اليوم، وفي التالي اش بغيتي دير؟ بغيتي تجيب عليا الضره، درتي الصاحبه بالشهوره وبالدهوره، واراك الحب واراك العشق واراك الغرام،
وانايا في دار غفلون، زدت خليته مسمر في بلاصتو. عيطت لخويا في التليفون وقلت ليه دابا نتلاقاو حدا باب الدار وجيب معاك قفل باش نبدل الدار ديالي سميتي، من حقي نبدل ليها القفل. وداكشي اللي كان. مشيت بدلت القفل ديال الدار وجمعت حوايجي كاملين ومشيت في حالتي لدار با، حيت انا ما نقدرش نسكن فيها بوحدي، يقدر يجي ليا ويدير ليا شي مصيبه تما كاين. مشيت ديك الساعه حتى عند السمسار باش تكرا، وداكشي اللي كانت تكرات وليت عايشه من المدخول ديالها. وانا راني عايشه في دار با معززه مكرمه. بطبيعه الحال ما تصرتش ليه هادشي اللي درت ليه. واش منك يا ميساجات تهديد، واش منك يا معيور، واش منك يا سبان كيتصيفط ليا. وزاد مشى بعيد ولا كيهددني حتى التهديد، وحتى انا ماشي من العاكزين. هزيت صاكي عاوتاني ودرتو تحت من باطي ومشيت للكوميساريه، ديكلاريت به ووريتهم داكشي كامل اللي كيصيفط ليا من معيور وسبان وتهديد. درت به شكايه وداروا لي عدم التعرض، وباللي لو وقعت ليا شي حاجه من عند اي واحد واخا ما يكونش هو غيولي هو. ايوا يا المشاهدين، شكون السبب، انا ولا هو؟ ياك كنا عايشين بخير وحامدين الله ورادين بالقليل ولا بالكثير؟ ما تسخن عليه الراس، ها سخونيه الراس فين وصلاتنا.